استنى، اوعى تفتح بقى أليفك بالعافية تاني عشان تديله دواء. انت كده بتعذبه وبتعذب نفسك. خليك معايا لآخر الفيديو، هعرفك 3 خدع هتعرف تدي بيهم أليفك الدواء من غير ما يحس. ما تيجي كده نجرب نحط له الدواء جوه حتة جبنة بيحبها، أو حتى حتة تونة ريحتها قوية هتلاقيه أكلها في ثانية. تاني حاجة، جرب إن انت تجهز قطعتين أكل، قطعة تبقى فاضية وقطعة يبقى فيها الدواء. اديله القطعة الفاضية في الأول علشان يحبك ويثق فيك، وبعد كده اديله بعدها على طول الحتة اللي فيها الدواء. بنسبة كبيرة هو هياخدها ومش هيتفها، لأن هو حب طعم القطعة الأولى اللي من غير دواء. رقم 3، إنك تطحن الدواء في أكل، لكن بشرط مهم جدا، إنك تسأل الدكتور في الأول هل الدواء ينفع يتطحن أو لأ. لو كانت إجابته اخلطه مع زبادي أو حتى مع ويت فود، وساعتها هو مش هيحس بيه نهائي. جرب الحاجات دي مع أليفك، ده هيساعدك إن أنت ما تروحش العيادة كتير، وإن أنت كمان تديله كورس العلاج وهو في البيت من غير ستريس العيادة. اعمل سيف للفيديو علشان دي حاجات هتفيدك أكيد، وكمان هتوفر عليك وعليه مشوار العيادة. قولي في الكومنتات إيه أصعب مرة حاولت تدي فيها الدواء لأليفك.